بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وراحة بال يا رب العالمين. صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي يصلي على الحبيب ابدا لا يخيب. تعالوا مع بعض النهارده نبدأ الفيديو بحماس ونشاط كده اهوت. عايزه اقول لكم من ساعة ما بدأ رمضان واحنا ما عملناش محشي نهائي. اول مرة ما نعملش محشي، او يعني متعودين عاداتنا وتقاليدنا. لقد وجدنا آباءنا من قبل إيه إن أول يوم دوت لازم نعمل محشي. لكن بصراحة أنا كنت تعبانة جدا ومعرفتش أعمل محشي، وشاركت معاكم الأكل بتاع أول يوم. تمام. فالنهاردة بقى فكرت وقلت لازم أعمل لهم محشي. حماية يقول لي إزاي يجي رمضان وأنت بتعملناش محشي؟ هو أنت فاتحة قناة كده زينة وخلاص؟ ده أنت شكلك ما بتعرفيش تعملي محشي. انا يا بابا ما اعرفش اعمل محشي. طيب طب تعالى بقى اوريك المحشي على اصوله. يلا تعالوا نبدأ مع بعض. والفيديو النهارده جامد ان شاء الله، اتمنى انه يعجبكم. بس بالله عليكم ما تجروا الفيديو واسمعوه للاخر، واهم حاجه اضغطوا لايك، اضغطوا لايك يا جماعه عشان اللايك هيفرق جدا جدا معايا. ويلا تعالوا نبدأ مع بعض. بسم الله. في حلة على النار امليها مية، حلة كبيرة كده، وسيبيها المية تغلي، وحطي فيها شوية ملح حلوين علشان عايزين نحدق الورق او نملحه حلو. ونحط لو عايزة تحطي كمون حطي، مش عايزة خلاص. هنا بقى الكرنبيتين بتوعي كانوا حلوين كده، بس بصراحة احمد كان جايبهم لي عارفين اللي هو الكرنب اللي ماسك كده وملبت كده في بعضه. فانتي طبعا عشان الورق ما يتكسرش معاكي اقسميها نصين زي ما انا عملت كده. انا قسمتها نصين، وبعدها بقى ايه، قعدت إيه اللهم صل على النبي، اخد ورقه بورقه. انا بحب اسلق المحشي ورقه بورقه، بحس ان انا بتحكم فيه. يعني انا مش من مشجعي خالص انك تمسكي الكرنبايه كده كتله واحده وتحطيها في الحله. لا بصراحه ما بحبش كده. تمام. والمهم كنت فاصله كالعاده بعد التراويح، فعملت لي كوبايه قهوه. المشكله كوبايه القهوه دي بتسهرني، بتقعدني لحد 6 و7 الصبح، لكن انا بصراحه ما كنتش قادره. المهم حبايب قلبي انا قلت هخلص الكميه وارجع لكم. وخلصتها فعلا. سلقت المحشي وقطعته، وطبعا ما فيهوش اي افتكاسات ولا اي حاجه. هنا بقى جبت 4 بصلات حلوين كده، فرمتهم في الكبه وحمرتهم في السمنه لحد ما لونهم بقى ذهبي زي ما انتوا شفتوا. وطلعت كيس كبير من الصلصه اللي انا مفرزاه معاكم تفريزات رمضان. بصراحة يا جماعة، طول ما انت عندك طماطم متفرزة في الفريزر بصراحة بتحس ان في خير كده، في خير والله. الحمد لله، ربنا يملى بيوتنا كلها بالخير وبالبركة كلها ان شاء الله. هنا بقى بعد ما انا زي ما بقول لكم كده سلقت الورق كله اهو وقطعته. طبعا لما تيجي تسلقيه يا دوب يعني يعني بتاع 20 ثانية او يعني مش هقول لك 40 ثانية كده مثلا، على الوش ده وعلى الوش ده. ما تسلقيش الورق كتير، ليه؟ لانك لما تطلعيه من الميه هتحطيه كله فوق بعضه، فالسخونيه اللي لسه فيه هتسويه تاني. تمام. وطبعا لو كان الورق مهري كده او مسلوق زيادة عن اللازم، مش هتعرفي تتحكمي فيه ولا اللهم صل على النبي، ولا تلفيه كويس. تمام. هنا بقى غسلت الرز بتاعي، غسلت 1.5 كيلو من الرز. وبعدها رحت نزلته في الصلصة. قلت اما اشوحه كده هو حلو. وبعدها جبت الخضرة بتاعت المحشي، شبت وكزبرة وبقدونس، وكل حاجة كده قلبتها في بعضها. وجبت بقى بصلاية كبيرة تاني، قطعتها كده مكعبات يعني على ايدي. بعدها جبت شوية فلفل اسمر مع شوية كزبرة مع شوية كمون. ولازم تعملي الحركة دي، انا دعكتهم بصراحة على ايدي كده، وضفت البصلاية نية. تمام. جبت بقى قطعة من الليا، انا مفرزة برضك شوية ليا كده، مقطعاها مكعبات. حاجة زي كده بصراحة بطلع مكعب كده وابشره عليهم. بصوا بينقل المحشي معايا، او ايا كان الحاجة اللي انا هحط فيها الليا بتنقلها لحاجة تانية خالص، كأنك طبخة بلحمة ضاني. والله العظيم. طيب يا حبايب قلبي، بعد ما انا بشرت مكعب الليا ده وملحت التسبيكه بتاعتي، جبت اللهم صل على النبي معلقتين كبار من الصلصه الجاهزه علشان برضو اعزز اللون ويبقى اللون معايا احمر. وهنا بقى جبت الحله بتاعتي الكبيره، فرشت الارضيه بتاعتي
شوية اعواد كده من البقدونس على الكزبرة على الشبت، واي حاجة بقى اي خضار ارميه كده من تحت، علشان مثلا وارد جدا انه الصف اللي تحت دوت او الصف مثلا لا قدر الله يتلسع منك او يتحرق، يعني مش هيتحرق ان شاء الله، بس انتوا ايه تفائلوا خير. المهم حبايب قلبي، طبعا اهو زي ما انتوا شفتوا، انا بصراحه ما بحبش المحشي اللي هو الصغنن قوي. يعني في ناس تقولك لا لازم المحشي يبقى صغير، وشطاره وجدعه الست لما تعمل لك الصباع صغنون قد كده. لا لا، هو بصوا الحجم المثالي والطول المثالي لصابع المحشي اللي انا بعمله. اه والله مش انا اللي عاملاه بس، يعني حتى جربوها كده هتلاقوه لا كبير ولا صغير، تمام. يعني الصابع نفسه تقدري تمسكيه كده يعني حاجة كده، فاهمين انتوا، يملى البق وفي نفس الوقت يعني هيشبع. اهو قطعوا الورق زي ما بقول لكم كده. وبصراحه انا كنت والله يعني حاطه في دماغي ان التليفون بيصور المقطع ده، اتاري ان التليفون كان فاصل، وانا كنت بقى شغاله يعني على اساس انه ايه بيصور. فطبعا مش مشكله، انا مش اول مره اعمل محشي في القناه، لكن اول مره اعمل محشي معاكم في رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وربنا يا رب يعود علينا الايام بالخير يا رب. المهم يا حبايبي، ادينا اهو هخلص الكميه كلها. وطبعا انا حبيت ان انا يعني اوريكم كام واحد كده، لكن بصراحه مش هكدب عليكم، مش هلف المحشي كله وانا واقفه. خلاص بقى احنا ايه بقينا صحاب، يعني صحتنا بقت على قدنا. فالله المستعان، هاتي بقى حلتك وتسبيكتك وبابا غنوجاتك كلهم، وفرشي على الارض كده ملايه حلوه، واذكري ربنا وانتي بتلفي المحشي، ويلا تعالوا نقعد مع بعض. وهنا بقى خلصت بقى ايه، بعد ما انا كنت قاعده خلصت حله كبيره من المحشي. ايه رايكم بقى؟ بصوا بصراحه اللفه كانت جميله وزي ما قال الكتاب. اهو انا بقول لكم هنا صابع المحشي المثالي بتاعي. عايزه اقول لكم بجد، يعني عيالي كل شويه يمسكوا صابع، طب هات يا ماما انا اوريهم وانا في الكاميرا، لحد ما تحس انهم عايزين يفضوا الورق نفسه. انا هنا بقعد عليه تاني اهو. طبعا الكلام ده كان بالليل. انا بصراحه جهزتها من بالليل، قلت علشان انتوا عارفين نهار رمضان بيبقى بصراحه بتجري جري، يعني على بال ما تصحي وتصلي ومش عارفه تعملي ايه. لو يعني هتعملي حاجه كده في البيت هتلاقي نفسك خلاص كده العصر اذن، فمش هتلحقي تعملي حاجه. فانا قلت هعملها من بالليل. يعني انتوا لو عندكم عزومه ولا عندكم اي يعني مثلا اي اكله محشي بكره هتاكلوها، يا ريت تعملوها بالليل، هتلاقوا نفسكم يعني وزعتوا التعب على يومين، وما حسيتوش بتعب ولا ارهاق، تمام. هنا بقى يا حبايب قلبي بصراحه كان عندي اكياس من الشوربه، جميله، الشوربه كانت جميله ودسمه كده. فانا بصراحه حطيت فيها معلقتين تاني من الصلصه، عشان برضو عايزه اعزز لون المحشي يبقى احمر معايا. وجبت معلقه كبيره من السمنه، وغليت الشوربه بتاعتي دي اهو زي ما انتوا شفتوا. وهملحها تاني علشان طبعا احنا هنسقي بيها الرز، فلازم تملحيها يعني ايه زيادة عما هي مملحة اصلا. بس كده، وهتسقي بقى المحشي بتاعك. واهم حاجة، يعني عايزة اقول لكم والله العظيم كل شوية كنت اهز في الحلة كده لحد ما ظهري اتقطم اهو. اهو بالمنظر ده. كل ما تضيفي شوية شوربة لازم تهزيها كده علشان الشوربة تتغلغل تحت كده وتستوي معاكي. وعايزة اقولك على ملاحظات اثناء تسوية المحشي. لما تيجي تسوي المحشي تأكدي انك مغطية كل الجوانب ومغطية المحشي كله. عايزة اقولك فعلا بجد ورق المحشي الاخضر ده ما ترميهوش، اغسليه حلو واسلقيه برضو علشان تغطي بيه الوش. بصراحة بيكتم البخار جوه المحشي وبيخليه فظيع بجد، وبيخلي المحشي معاكي زبده. وطبعا اول ما بيشرب ميته بتسيبيه على نار هاديه وخليه يعيش مع نفسه كده. انا علقت على المحشي بصراحه من الساعه 3، طفيت عليه الساعه 5 ونص كده، يعني خليته ساعتين ونص على البوتاجاز، بس ايه بعد ما شرب ميته على نار هاديه خالص شمعه. قلت عشان ايه؟ قلت عشان اللهم صل على النبي يبقى سخن لحد ما نحط الفطار ونصلي وكله يتجمع. هنا بقى يا حبايبي جبت صينية وحطيت فيها معلقة سمنة، وحطيت اللهم صل على النبي معلقة من الثوم، شوحتهم ونزلت بقى بشفشق من يعني نص شفشق من الطماطم، علشان هنعمل النهاردة جنب المحشي صينية كفتة كده من الكفتة اللي يعني بصراحة اللي أنا بعملها على طول وبتبقى فظيعة. حطيت شوية فلفل أسمر وشوية كزبرة
وهنا على العين التانية حطيت برضو معلقة سمنة، شوحت فيها قطع صغيرة من اللية. بعد ما اتشوحت معايا اللي كويس ضفت شوية شوربة من اللي فاضوا، اتبقوا شوية شوربة يعني، ورحت ضفتهم لحد ما يغلوا كده علشان هنعمل شوية ملوخية اهو. ما كانش عندي بصراحة ملوخية فريش، فانا جبت بقى كيس ملوخية مجفف اهو يا حبايب قلبي اهو. بصراحة شوية ملوخية يعني زي ما قال الكتاب. وهنا بقى الكفتة بتاعتي كانت بتستوي على مهلها. بصراحة يعني أكلة جميلة وسريعة، وفي نفس الوقت يعني تنوع برضو في الأكل. فقولوا لي ايه رأيكم بقى في الأكلة الجميلة دي، لو انتوا يعني محتارين تعملوا ايه أكل على الفطار. يعني ما يمنعش ان احنا ناخد من أفكار بعض، وربنا يا رب كده يديم عليكم الستر والخير ويملى بيوتكم كلها بالخير يا رب. طبعا انا قلت بقى الكفته خليها مع نفسها كده على نار هاديه، والملوخيه خلاص خلصتها، والمحشي على نار هاديه. وقلت تعالوا بقى مع بعض نغسل شويه المواعين دول. بصراحه بحب اغسل المواعين قوي قوي بالسلك البلدي، وخاصه كمان يا جماعه مسحوق فيبا ده او صابون فيبا، والله بجد تسلم تسلم ايد اللي عمله. ما شاء الله ريحه ورغوه يعني كله كده في بعضه، ياخد بصراحه يعني شابوه ليهم. الحمد لله. طبعا انا كان ايدي كانت تعباني قوي، وصوابعي كان زي ما تقولوا كده كان فيه فطريات، او مش عارفه كان ايه اللي حاصل له. كل ما اجي اغسل المواعين لازم مع احترامي لحضراتكم يورم عليا كده ويجيب صديد. فكنت رايحه للدكتور قبل كده، فقال لي عارفين اللي هو كل دكتور بدماغ، والله رحت لكذا دكتور، 3 دكاتره. كنت اخد جلسات برضو على صوابعي وعلى ايدي، فما كانش يجيب نتيجة. وكنت اجيب كريمات غالية وكريمات رخيصة، جربت كل حاجة. فسبحان الله بالصدفة كده جوزي بيحكي يعني في الشغل، فواحدة ربنا يبارك فيها يا رب ويديها الصحة، تقريبا الحاجة أمال يعني ربنا يبارك فيها، وماما يعني ربنا يديها الصحة والعافية يا رب إن شاء الله. فهي تقريبا اللي قالت له في يعني حد حصل معاه كده. ف يعني الدكتور جلدية قال لها على مسحوق فيبا ده. فالمهم علشان ايه؟ عشان فيبا اصلا في نسبة بلسم بتطر الايد وبتخليها كده يعني، مش عارفه يعني بصراحه. انا ما كنتش اجيبه الاول، كنت اجيب اي يعني اي مسحوق بقى كده اهوت وخلاص، بريل اوكسي ايا كان النوع من السايب. فبصراحه لما جوزي عرف كده رحت جبناه. فبسم الله ما شاء الله بقالي سنة اهو، او سنة وحاجة يعني، صوابعي تقريبا خفت عليه. فكل اللي بيسمعني وبيعاني من نفس المشكلة اللي كنت بعاني منها انا، بصراحة في ده مسحوق فظيع يا جماعة، وهاتوه وعلى ضمانتي والله. فربنا يشفي ويعافي كل مريض. هنا بقى خلصت المطبخ بتاعي، شايفين الحوض بتاعي راق ازاي وزي الفل. اتمنى من كل قلبي انكم تشجعوني بالله عليكم كده، خلونا بقى كده نطلع من رمضان واحنا محققين حاجة حلوة كده في القناة. وان شاء الله كده يا رب اكون خفيفة على قلبكم، وربنا يعيني ويعينكم باذن الله. لان رمضان فعلا عايزين يعني نعمل اكلات سريعة في نفس الوقت متنوعة، وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت ولا تهدر وقتنا في رمضان. هنا يا حبايب قلبي خلاص الكفتة بتاعتي كانت استوت وكانت زي الفل. بس انا بصراحة بحب ان انا اقصقصها كده بالمقص، تبقى زي حلقات الزيتون، علشان بقى بنغمس فيها كده. والملوخية هنا كنت بعمل لها الطشة، والحمد لله التليفون وقع من على الرينج لايت وما عرفتش بقى اجيبها لكم خالص. المهم هنا بقى خلاص المغرب كان على اذان خلاص يعني دقيقة وهيأذن. طلعنا فوق بيت العيلة كده، وقلبت المحشي بتاعي. ايه رأيكم بقى؟ شايفين محشي بقى زي ما قال الكتاب، شوية ملوخية مع شوية كفتة مع شوية مخلل، ما تنسوش أهم حاجة المخلل، والعيش البلدي بتاعنا ده، وزي ما بقول لكم كده شوية أكلة. وعايزة أقول لكم والله فعلا اليوم ده كان الجو ساقع قوي، والشمس يعني كده تحس إنها باردة ما طلعتش أصلا في اليوم ده. ففعلا المحشي النهاردة كان يومه قوي. فقولوا لي بقى أعرف أعمل محشي ولا لأ؟ سيبوا لي بقى اراءكم في الكومنتات، ايه رايكم في الفيديو؟ يا رب يعجبكم ان شاء الله. واتمنى من كل قلبي ان انا اكون خفيفه على قلبكم. وما تنسوش بالله عليكم اللايك والاشتراك في القناه. هسيبكم في حفظ الله ورعايته، واقول لكم استنوني في فيديو جديد وروتين جديد، وان شاء الله كده مع بعض طول رمضان. وشجعوني بقى، هسيبكم في حفظ الله. مع السلامه.